لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق الجهاد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا عباد الله، أيام مباركة خرجنا فيها من شهر مبارك، شهر القرآن وشهر الهداية. لن أتكلم عن فضله ولا عن فضل القرآن ولا عن كل فكرة يمكن أن تطرق في هذه الساعة، لكنني سأعظ نفسي وأعظ من يستمع من الإخوان الكرام بموعظة جمعتها آية من سورة الحج، وهي الآية 73. الآية 73 من هذه السورة التي يقول عنها الله تبارك وتعالى فيما أنزله على قلب رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لماذا اخترت هذه الآية في هذا الموقف بالذات؟ لأن الإنسان إذا لم يزده شهر الإيمان توحيدا لله وإخلاصا له ما أخذ من صيامه إلا الجوع والتعب والعطش. ما معنى هذه الآية؟ في دقائق معدودة أقول لكم أعيروني أسماعكم. أولا الخطاب للناس: يا أيها الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كل أصناف الناس. ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو هذا المثل؟ الله في القرآن في هذه المرة الوحيدة الذي يقول بعد ضرب المثل استمعوا لهذا المثل. أعظم مثل في كتاب الله. ضرب مثل فاستمعوا. ضرب فعل مبني للمجهول، والفعل إذا بني للمجهول عادة يكون للتعظيم عادة. فاستمعوا له أمر، والاستماع غير السماع. إذا قرئ القرآن أنا استمعت للشيء بكامل إرادتي، أما إذا كنت سمعت فيعني هذا أنني سمعته دون إرادة ودون قصد. يقول الله: خذوا كل حذر إرادتكم واستمعوا لما سأقول. استمعوا له، لهذا المثل وليس لي. عظم المثل من عظم الممثل. يقول الله: إن الذين تدعون من دون الله. ربما تقولون هذا الخطاب للكفار، هذا الخطاب لكل شخص يمر في خاطره
قيد أنمو له أن الله يمكن أن يتصف مخلوقه بشيء من صفاته، بالرزق، بالمعية، بالنصرة، بأي شيء. حتى في بالك لا يجوز أن يخطر في بالك ذلك. إن الذين تدعون من دون الله كل شيء يدعى من سوى الله، سلطة، مال، جاه، قوة، جمال، علم، هذا كل شيء يدعى سوى الله. ليس فقط الذين يدعون من دون الله هو صنم، هو حجارة، لا لا لا. كانت الأصنام في الجاهلية حجارة، لكن الناس في هذا الزمان صنعوا أصناما لا يعلمها إلا الله، وربما يكون صنم الإنسان نفسه والعياذ بالله، وهو أكبر صنم. أو تفكيره وخواطره وقلة يقينه. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. الله اختار أضعف مخلوق على وجه الأرض. ربما تقول لي هناك أصغر. ليست القضية في الأصغر ولا في الأكبر، القضية في التكوين. اكتشف العلماء أن الذبابة هي الكائن الوحيد الناقص عضويا، ليس فيه أجهزة مثل غيره من الكائنات، لذلك الله اختاره وهو أضعف مخلوق. يعني الله يعطيك تحدي شلون عطى في القرآن آية ائتوا بآية منه، هنا يعطيك أضعف مخلوق وهو الذباب. الذباب ليس فيه لا جهاز هضمي ولا مريء ولا معدة ولا أمعاء ولا كل ما يعني نصف جهازه العضوي ما غير موجود، لذلك اختاره الله. هكذا يقول العلماء. لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ولو الاجتماع هو أن يجتمع الناس بعد إرادة وتخطيط وإحضار كل الإمكانيات. ولو اجتمعوا له لا يخلقون. خلاص الله قال لا يخلقون، معناها لا يخلقون. ليش ربي يختار الذباب؟ لأنه أضعف مخلوق، ولأنه يلزم من تمام المثل ما يلي: لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. انظروا إلى لا يستنقذونه وانظروا إلى يسلبهم. هل السلب يكون إلا عنوة مع تحطيم الرأس؟ ما قال لا إن يأخذ منهم الذباب شيئا، هو الأصل أخي. ليش ربنا سماه سلب؟ لأن السلب لا يكون إلا عنوة ومن قوي، لا يسلب إلا القوي. معناته الذباب قوي، من الضعيف كلنا. إن يسلبهم الذباب شيئا، ماذا قال؟ شيئا في النكرة تدل على القلة. لا يستنقذوه، ما قال لا يسترجعونه أو يستردونه. ربما الاسترداد والاسترجاع يكون بشكل بسيط. قال لا يستنقذونه، بمعنى إذا أنت سرقت ورأيت السارق يركض أمامك، يقول لك أحدهم اركض وراءه، انقذ ما تستطيع إنقاذه. فالإنقاذ يستخدم في اللغة لماذا؟ لأكثر فعل يعبر عن ردة الفعل. لا يستنقذونه منه، وهذا لزيادة بيان الضعف. لا يستنقذونه منه يعني هذا الذباب، ليس من غيره، لا منه، من هذا المخلوق. ثم يقول ربي عز وجل: ضعف الطالب. من الطالب؟ الذي سيستنقذ ما سلب الذباب منه. ومن المطلوب؟ الذباب. قدم الطالب إهانة له، يعني أنت أضعف من هذا المطلوب، فالطالب هو أقرب للفعل ضعفه، لذلك هو أضعف. أرأيتم إلى هذا الرسم الإلهي العظيم؟ اكتشف العلماء بعد 1400 ونصف من القرن أن الذباب لا يملك جهازا هضميا ولا يملك أمعاء ولا مريئا، إنما يأتي ويتحسس نوع الطعام، فإن أعجبه أخرج من داخله مادة كيميائية لا يعلمها إلا الله، يخلطها بهذا الطعام أو الشيء الذي يريد أخذه، فيمزجه به فيحوله إلى مادة ثانية لا يعلمها إلا الله، ثم يأخذه إلى جوفه. وهنا الإعجاز، يعني حتى أنت إذا مسكت الذبابة وشرحتها
لتفتح معدتها وتخرج هذا الشيء الذي سلبته منك، لن تستطيع، لأنه قد تغيرت ماهيته. ما هذا؟ ما هذا الجلال وما هذه العظمة؟ آية يتكلم الله فاستمعوا له. الله يعلم ما يقول، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا المثل الذي أحببت أن أستحضره اليوم بين حضراتكم، وأنتم اليوم في عيد وفي جمعة، وتعرفون مسألة من حضر الجمعة العيد ربما لا يأتي إلى الجمعة وفي رخصة، وهذا تحدث به الفقهاء وهو موجود. فجزى الله كل من حضر لكي يجمع مع المجمعين. فلا أريد أن أطيل عليكم، فقط أحببت أن أهديكم وأهدي نفسي أولا هذا الجلال والجمال وهذه العظمة، حتى نراجع هذه الآية ونراجع كثير من الآيات التي فيها خبايا. وأقول لكم هذا المثل لي ولكم ولكل شخص يندرج تحت قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لا تدعوا مع الله إلها آخر. الصيام لله، والوتر لله، والتهجد لله. إن انتهى رمضان وفني أو مات فإن الله حي لا يموت. لذلك لا نعبد رمضان، ولا ندعو رمضان، ولا ندعو ليلة القدر، ولا ندعو زكاة الفطر، ولا ندعو التهجد في الليل، إلا ما ندعو رب هذه الأشياء. سيدنا أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا إن محمدا قد مات. كلمة ثبتت ملايين النفوس في ذلك العصر إلى اليوم. وأنا أقول العبد الفقير: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد زال. هو زمن بيد الله الذي خلق الزمن والمكان. ومن كان يعبد الله فإن الله موجود في رمضان وفي غير رمضان. وأقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن كمحمد في كل شيء له بدء الجمال ومنتهاه، فمن صلى عليه صار جميلا وزاد الحسن ما صلى الإله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت يا ربي على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن السبطين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أمنوا فإني داع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي وانصر يا مولانا كلمتي بالحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم يا رب اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لكل من يقول آمين ضمن هذا المكان وفي كل مكان تقام فيه الجمعة حاجة في نفسه لا يعلمها إلا أنت، فلا تدعه يخرج من هذا المكان إلا وقضيتها يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا ستار. لن نكشف وأنت الستار، ولن نكسر وأنت الجبار، ولن نضعف وأنت القوي، ولن نذل وأنت العزيز، ولن نضل وأنت الهادي. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اجعله صاحبنا في الحضر وفي السفر، في الليل وفي النهار، لنجعلك يا ربنا إلها معبودا لا سواك. اجعلنا يا رب من الذين إذا قلت استمعوا لقولك، وإذا ضربت مثلا فهموا، ومن الذين لا يدعون معك أحدا، ومن الذين لا يدعون معك أحدا.
اللهم يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك لنا في عيدنا، بارك لنا في هذا المكان وبمن قام عليه وأنفق فيه ولو في نفس يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الدولة وبارك في هذه الأمة ومن جاورها من بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يؤذى فيه المسلمون يا رب العالمين. ارزق إخواننا في سوريا أمرا رشدا يعز فيه الإسلام وأهله، وأهلك الظالمين في كل البلاد بالظالمين، وأخرج المسلمين الموحدين من بينهم سالمين. اللهم يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.